عليكم. إذا بالنسبة للشروط ترشيح البوليس ولا مباراة الأمن الوطني في 2024، عندنا حراس الأمن. بالنسبة لحراس الأمن من 21 حتى 30 عام، القامة من 173 بالنسبة للذكور و 167 للإناث بشهادة البكالوريا فقط. بالنسبة لضابط أمن، ضابط أمن من 21 سنة ل 30 سنة، والقامة 173 بالنسبة للذكور و 167 بالنسبة للإناث، وأن تكون عنده دبلوم الدراسات الجامعية العامة و دبلوم الدراسات الجامعية المهنية يعني دوب، أو لا شهادة التقنية العالية المسلمة من طرف التكوين المهني، مؤسسات التكوين المهني. بالنسبة لمفتي الشرطة، مفتي الشرطة من 21 عام ل 30 سنة، القامات ما يفوت 170 بالنسبة للذكور و 167 بالنسبة للإناث. وبالنسبة للفصلين يكون ناجح في الفصلين أول والثاني، يعني الإس أن و الإس دو. بالنسبة للدراسات الجامعية العامة والدراسات الجامعية المهنية. بالنسبة لعميد الشرطة بين 21 سنة إلى 35 سنة، يكون عنده 170 بالنسبة للذكور و 167 بالنسبة للإناث. شهادة الإجازة والإجازة يعني تكون عنده إجازة أساسية في الدراسات الأساسية ولا إجازة مهنية من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية يعني الدروة أو الاجتماعية. بالنسبة لضابط الشرطة، العمر من 21 عام إلى 30 سنة، القامة 170 بالنسبة للذكور و 167 بالنسبة للإناث. دبلوم الدراسات الجامعية العامة يعني يكون عنده الدوك. بالنسبة انا كتشوف الرتبه اللي مناسباك والرتبه اللي بغيتي تدفع عليها. في الحاله ديالنا مثلا بغينا حراس الامن، غادي تجي لهنا وتضغط على اقرا المزيد بهذا الشكل هذا. وين كدير مع الاستماره مباشره، هنا كيتحل لنا الموقع. هنا الشروط والاحكام الاخوان يرجى الاجابه على جميع الاسئله بدون استثناء وبدقه، وذلك حتى نتمكن من تقييم طالبك. يعني الاسئله اللي غتجاوب عليهم يكونوا صحاح، داكشي اللي غتحط في التسجيل يكون داكشي اللي معلق بحياتك وبدراستك، فاهمين؟ هنا في حالة عدم مطابقة البيانات سيتم إلغاء ملف الترشيح. مثلا إلا كتبتي في شي حاجة فالملف ديالك كيتلغى، فاهمين؟ يرجى أن تكون الصورة الشخصية، الصورة كنحتاجوها من بعد في الملف ديال الترشيح. يرجى التصريح بأرقام هواتف صالحة، يعني التليفون اللي غتحط ولا ديال شي واحد من عائلتك يكونوا صحاح باش ملي يصونيو يجاوبوا، فاهمين؟ هنا يرجى التصريح بعنوان الكتروني. الايميل ديالك يكون صحيح، يعني يكون شي ايميل اللي كتخدم به، ماشي شي ايميل ناسيلو مود باس ولا شي حاجه حيت غادي تحتاجو. وهنا الاخوان تحذير: كل محاوله اختراق للموقع سيتم معاقبه صاحبها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. يعني الا بغيتي تخترق الموقع وديك المسائل هذيك راه كاينه يعني عقوبات لهاد المسائل هادي، فهمتوا؟ ملي كتقرا هاد اللعيبات هادو الاخوان كتكروشي هنا قرات ووافقت على الشروط وكدير وافقت. نسينا واحد شويه، ما تنساوش الاخوان الموقع راه عليه واحد الضغط دابا خيالي، وخا يلاه بدا التسجيل 12 وثلث باش ندير لكم فيديو، ولكن واحد الضغط راه خيالي يا اخوان. هنا عندنا 5 ديال المراحل. اول مرحله الاخوان ديال المعلومات الشخصيه، غادي نبداو برقم لاكارت، الاسم الشخصي، الاسم العائلي بالعربيه، مكان الزياد بالعربيه، الجنس، وهنايا عاوتاني ديرهم بالفرونسي، برينون نو دات دو نيسونس بالفرونسي الاخوان. ومن بعد غدير هنا ماسكولين، يعني واش ذكر ولا انثى، يعني ماسكولين وفيمينا. هنا التجنيد الاجباري واش دوزتي او لا ما دوزتيش التجنيد الاجباري. هنا واش موظف انت في الاداره او لا. الاخوان نعم دوز التجنيد ولا لا، من بعد تضغطوا على التالي. بهذا الشكل ما خصكمش تعطلوا الاخوان، استثر عليه الضغط، وإلا غلطتي في شي حاجه ولا تعطلتي راه تعاود من الاول، فاهمين؟ دابا المرحله الثانيه عناوين التواصل. اول حاجه عنوان الاقامه، العنوان فين ساكن انت، هنا بالعربيه وهنا بالفرنسيه. هنا مدينه الاقامه،
يعني المدينة اللي ساكن فيها كتدخل هنا بالعربية وهنا بالفرنسية. هنا عنوان السكن للتواصل، يعني فين يتواصلوا معك، فين يرسلوا لك يعني الكونفوكاسيون. إلا كنت يعني عندك نفس العنوان كتحطو. كان عندك مختلف، مثلا عندك في لاكارت عنوان وانت ساكن في واحد العنوان، كدير العنوان اللي انت ساكن فيه. هنا عنوان التواصل، فهمتوا الاخوان؟ يعني دير العنوان اللي انت ساكن فيه، هادشي اللي كاين. بالنسبه للرقم الهاتف كدير رقم التليفون ديالك، وهنا الرقم الثاني كدير التليفون ديال شي واحد، مثل الاب ديالك ولا الاخ ديالك، باش حتى الا صوناو عليك التليفون ديالك وكان طافي كنلقاو النمره الثانيه شاعله. هنا الحساب الالكتروني ديالك، يعني الايميل، كدير التالي. كما قلت لكم حاولوا تجربوا شويه، السيت راه كيتعاود، راه ممكن دابا يتعاود ليا. كنديروا التالي بهذا الشكل هذا. مزيانه راه ما تعاودش الاخوان. دابا راه دزنا المرحله الرابعه اللي هي الشهادات او لي ديبلوم، فاهمين؟ كتنزل تحت كتلقى الشهاده المذكوره اعلى هي الشهاده المطلوبه للاجتياز هذه المباراه، كدير وي بطبيعه الحال، حيت الشهاده اللي تحط هي اللي غادي تدفع بها المباراه، فاهمين؟ هنا كتحط التخصص ديالك ديال الدبلوم، يعني فاش خديتي هذاك الباك. هنا مستوى الدراسه فين وصل دابا في القرايه. الا كنتي مثلا بليس 2 بليس 3 كتحطها هنا، بليس 4 كتحطها هنا. هنا الشهاده اللي غادي تدفع بها مثلا البكالوريا، فاهمين؟ هنا مدينة المؤسسة، يعني فاش فين خديتي هذاك الباك. هنا الميزة واش حسن جدا ولا اسي بيان ولا مقبول. هنا المعدل باش خديتي هذاك الباك. هنا تاريخ اللجنة راه كيكون ديجا في الباك الاخوان وقتاش خديتي الباك، يعني السنة. وهنا اسم المؤسسة الاخوان وكديروا تأكيد. من بعد ما كديروا تأكيد كتنزل لكم هنا كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان. غادي تهبط لتحت، ها هي الاخوان. وصلنا للغات. هنا غادي تدخل الى عندك شي شواهد ديال اللغات، يعني لو واخد شي شهاده في لونجلي، الفرنسيه، شي لغه اخرى كتدخلها هنا. اختيار لغه الاختبار الثاني، مثلا نديرو اونجلي، او نديرو اونجلي، خلوها اونجلي. هنا اللغه التي يتقنها المترشح، يعني اللغات اللي عندك معاهم انت مزيان. هنا كنديرو اضيف اللغات، كنضغطو بحال هكا الاخوان. غادي يطلع لنا واحد لاباج غادي نعمرو فيها المسائل ديالنا. هنا لا لونغ نديرو العربية هي الأولى. مستوى إيجاد اللغة، يعني واش كتعرف تتكلم بهاد اللغة مزيان، وهادي لونغ ماتيرنيل يعني العربية ديالنا. هنا الأخوان كتعمر السيرتيفيكا، فهمتي؟ إلا عندك شي سميتو شي شهادة في لونغلي ولا فرنسي، حنا جايين كتعمرها هنا وكدير هنا تاريخ فين حصلتي على ديك الشهادة، وانا كدير المؤسسة ديالها. نديرو تأكيد. الأخوان مشات تنزل لتحت، ها هي عرب. الأخوان احنا دخلنا اللغات الأخوان، اونجلي، عرب، فرنسية. من بعد الاخوان نديرو التالي كيف ما كتشوفوا معايا. معلومات اضافيه، مكفولي الامه كنديرو هنا. القدماء العسكريين، كاينه بزاف ديال الدراري سولوني على هاد القضيه. الا كان الاب ديالك يعني مدول من القدماء العسكريين كدير وي، الا ما كانش كدير نو. هادشي اللي كاين. الطول الاخوان بالسنتيمتر، ما ديرش بوان، فهمتي؟ يعني مثلا الشخص فيه متر 76 نديرو 176، ما نديروش 1.76، فهمتوا؟ السؤال السري هذا غادي تحتاجو الى نسيتي الكود ديالك ديال سميتو ديال التسجيل. هنا نديرو مثلا هنا ندخلو هاد العدد 6 بي كبيرة كيف ما كتشوفو معايا الاخوان. من بعد نديرو التالي. هنا الاخوان قراو معايا: انتباه، لإتمام الخطوات التسجيل المرجو مراجعة معطياتكم ثم الضغط على زر طلب التحقق من المعطيات. يعني هنا كيقول لك خصك تأكد من المعلومات ديالك كامله. لا تكون غلطتي في شي حاجه، لا تكون عندك شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه، كتعمر المعلومات ديالك كامله الاخوان، فهمتي؟ كدير متابعه وكتنزل لتحت. ملي كتنزل كتحاول تاكد من المعلومات ديالك كامله الاخوان. بطبيعه الحال غادي نتوما كما قلت لكم الاخوان حاولوا تاكدوا من المعلومات ديالكم، عاد ديروا اطلب التحقق من معطياتي. غلطتي في شي حاجه كتضغط على تغيير المعلومات. هنا كتضغط الاخوان على تغيير المعلومات. الا كنتي غلط في شي حاجه، ما كنتيش غلط، كدير اطلب التحقق من معطياتي، كتضغط عليه بحال هكا. هنا الاخوان حاولوا تصوروا هاد اللعيبه هاد اللعيبه ديالكم، حاولوا تصوروها باش تبقاو عاقلين على رقم التسجيل ديالكم الاخوان. وهكا الاخوان نكونوا تسجلنا بالطريقه الصحيحه. لقد تم تحويل ملف ترشيحكم قصد المعالجه. تستغرق هذه العمليه
مدة لا تتجاوز 24 ساعة، المرجو الرجوع لاحقا بعد نهاية هذه العملية من أجل إتمام خطوات التسجيل واستخراج الاستمارة قصد ضمها للملف الترشيحي. يعني الإخوان غادي يعطونا نحملو الاستمارة ديال التسجيل الأولي، وهذيك هي اللي كنديوها معنا في الملف ملي كنمشيو ندفعو في الكوميسارية. يعني الإخوان ملي كدوز 24 ساعة، نعاود لكم من الأول، ملي كدوز الإخوان 24 ساعة كنجيو لهنا كنديرو تتبع طلب التسجيل. هنا الاخوان كنكتبوا رقم البطاقه، وهنا داك رقم التسجيل اللي قلت لكم خاصكم ضروري تصوروا، وهنا كتكتبوا هذا الكود وكديروا بحث. فهمتوا الاخوان؟ ملي كديروا بحث كتلقاو الدوسي ديالكم باللي راه تقبل بعد 24 ساعه، وكتحملوا هذيك الاستماره ديال التسجيل الاولي.